بعدما أجرى آخر حصة تمرينية في تربصه التحضيري بإسبانيا، سافر اليوم المنتخب الجزائري إلى مدينة مراكش لمواصلة استعداداته لمباراة المغاربية والتي ستجمعه مع المنتخب الوطني المغربي. المدرب عبد الحق بن شيخة سيكون محروما من خدمات لاعبه مراد مغني لأسباب شخصية متعلقة بمستقبله الكروي. منتخب الخضر وصل اليوم إلى مراكش في حدود الساعة 5 مساء، في حين آخر حصة تدريبية لكريم الزياني ستكون نهار الجمعة بملعب مراكش الجديد انطلاقا من الساعة 9 ليلا كي يتعود اللاعبين على أرضية الملعب والأجواء. وبالمقابل عقد المدرب إريك جريتس ندوة صحفية بملعب مراكش الجديد الذي سيحتضن الديربي المغاربي، وأوضح من خلال هذه الندوة أن الفريق الوطني المغربي سيدخل لهذه المباراة وهو يتوفر على حس هجومي بدون إغفال الإعداد النفسي، لا سيما وأن بعض اللاعبين تم استدعائهم للمرة الأولى. أما بخصوص الغيابات في صفوف الأسود، فالناخب الوطني أكد على أن هذه الغيابات لن تؤثر على الجانب الهجومي، وذلك بالنظر إلى استدعاء عدد أكبر من المهاجمين، مما سيوفر العديد من الحلول في حالات الضرورة. وسيقرر إريك جريتس اليوم في الخطة التي سيقوم باعتمادها وكذلك التشكيلة التي ستشارك في المباراة، مشيرا إلى جو الارتياح والانسجام الذي يسود معسكر المجموعة الوطنية والرغبة الكبيرة للاعبين في رد الدين للمنتخب الجزائري.